في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نقدر نعمل سيلكشن للماتيريال المناسبة للتطبيق بتاعي، وهيساعدنا في الموضوع ده برنامج انسys جرانتا. واللي ما يعرفش برنامج انسys جرانتا فايته كتير. كم مرة بيكون معاك كود الماتيريال وعايز تجيب خصائصها مثلا، وتاخد وقت كبير في البحث على جوجل عشان تجيبها. طيب سعرها في السوق دلوقتي بالجنيه المصري كام؟ ومين منتجين الماتيريال دي؟ طيب المادة دي ايه تطبيقاتها واصنع بيها ايه؟ وهل المادة دي تنفع في اللحام او لا؟ او ينفع يتعمل لها معالجة حرارية او لا؟ غير ده كله البرنامج بيوفر لك ادوات سهلة جدا عشان تقدر تختار المادة الصح للتطبيق بتاعك من خلال بعض المعطيات. فحقيقي هو داتابيز للماتيريال هايل جدا. احنا مش هنشرح وجهة البرنامج بالتفصيل لان ده اتكلمنا عنه في الكورس. احنا بس هنحط مثال عن اننا ازاي نعمل سيلكشن لماتيريال من خلال البرنامج. لو عندنا لوح تزلج بالمنظر ده وعايزين نشوف ايه احسن المواد اللي نصنع منها البورد ده، اول حاجة لازم نطلع كل المعلومات اللي تخص البورد ده وكأننا بنعمل هندسة عكسية بالظبط. اول حاجة احنا مش عايزينه ينحني اكثر من الانحناء الموجودة في التصميم الخاص بتاعه ده، عشان اللوح ده بيستخدم كوسيلة مواصلات في الاماكن المفتوحة، فلازم يكون مقاوم لمدى واسع من درجات الحرارة وكمان المطر والمية. وكمان مش عايز اللوح ده يتكسر او ينحني بشكل دايم وانا بستخدمه، وفي اوقات احتاج اشيله بايدي، فعايزه يكون خفيف الوزن. وعشان نرتب افكارنا صح لازم نعرف شوية معلومات بالترتيب. اول حاجة نترجم لوح التزلج ده بيعمل ايه. واحد، الوظيفة، انه يتحمل الضغط والانحناء. اتنين، الليميتس، بناء على اللي قلته في مدى معين لدرجات الحرارة المقبولة من -20 درجة مئوية لغاية 60 درجة سليزيوس. تلاتة، الحد الأدنى للقوة أو السترينث، واللي هتكون 30 ميجا باسكال، وبرضه معامل المرونة أو اليانجس موديلس، والحد الأدنى ليه 7.5 جيجا باسكال. والقيم دي جبناها من الخشب الرقائقي اللي هو مادة شائعة في صناعة ألواح التزلج. أربعة، المقاومة للمياه المالحة والمطر، وهنا بنستخدم توصيفات بدل الأرقام واحنا بنختار في السوفت وير، يعني احنا موافقين على مواد مقاومتها محدودة ولا مقبولة أو ممتازة. تاني حاجة بنحدد الأهداف. واحد، الوزن، زي ما قلت لو احتاج اشيل اللوح بايدي عايزه يكون خفيف قدر الامكان. اتنين، الصلابة او الستيفنس، مش عايز السطح العلوي ينحني قوي، وده ليه علاقة بصلابة المادة، وكمان لازم يتحمل وزني بزيادة. كمان انهي خاصية هي اللي هتحدد اداء التصميم. بالرغم من ان في حد ادنى للقوة كشرط اساسي، الا ان الصلابة هي الخاصية اللي عايزين نحسنها، يعني احنا بنتعامل مع تصميم محدود الصلابة. واخر حاجة بنحدد مؤشر الاداء، وده قانون معين بنطلعه بحسبة معينة، واللي هيساوي في الاخر الكثافة على معامل المرونة أس 1/3. هندخل البرنامج ونبدأ نحط كل المعطيات دي. فهنبدأ بمرحلة الفلترة عشان ندخل القيم بتاعة الليميتس، وده هيقلل عدد الخيارات من 100 مادة ل 47 مادة بس. بعدين نعمل مخطط عشان نصنف المواد دي. هستخدم خط اختيار سيلكشن لاين لتنفيذ مؤشر الأداء بتاعنا. عايزين المخطط يكون فيه الخصائص اللي في مؤشر الأداء، يعني معامل المرونة على المحور واي والكثافة على المحور اكس. طيب ايه هو ميل الخط اللي هنستخدمه؟ الميل بيعتمد على المؤشر، ولما ناخد اللوغاريتم للناتج اللي طالع من المعادلة هنلاقي ان الميل هيبقى 3. بعد ما نحرك الخط لفوق وتحت هوقفه عند النقطة اللي يتبقى عندها 6 مواد. 4 مواد منهم من انواع الخشب، والطبقة الخشبية اللي هي البي ال واي وود على خط الحد الادنى. اما الخيارين التانيين فهم الياف الكربون مع الايبوكسي وسيراميك بورون كاربيد. طيب مين في المواد دي هو الافضل؟ ده بيعتمد بقى على عوامل زي التكلفة والاثر البيئي للمادة دي والظروف المعالجة وحاجات تانية.